الفنان خالد صالح الله يرحمه كده كده ما يتعوضش، بس احنا من يوم ما ربنا توفاه واحنا محتاجين حد يملى المكان اللي هو سابه. وانا من وجهة نظري ان الفنان احمد فهيم قادر ياخد مكانه في الادوار، بس مش هياخد مكانه كخالد صالح. انا عارف هي لخبطه، خشافك وتعالى افهمك. ازيك يا خضر؟ الله يسلمك يا دكتور. معلش واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. الفنان خالد صالح الله يرحمه ما ظهرش اسطوره، دي موهبته اتفجرت سنه 2004 مع فيلم تيتو، انما هو بقى بيمثل من سنه كام؟ من سنه 97 مع مسلسل العباسيه واحد، ومن سنه 97 لحد سنه 2003 والفنان خالد صالح الله يرحمه كان بيعافر في دنيا الفن. يعني انت كنت تعرفه مثلا في فيلم جمال عبد الناصر لما كان طالع بدور صلاح نصر، او حتى في فيلم محامي خلع لما عمل مشهد القاضي، او حتى في فيلم خلي الدماغ صاحي، واخرهم كان سنه 2003 مع فيلم ميدو مشاكل مع احمد حلمي. فبالتالي الفنان الكبير خالد صالح كان ممثل عادي لحد اللحظه ديت. احنا دلوقتي في 2003 مع احمد حلمي في ميدو مشاكل. طاغية الأنوثة دون أن تنفعل، دون أن تتعصب. تيجي بقى 2004 وبعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وصناع فيلم تيتو على رأسهم أحمد السقا، يظهر خالد صالح بشكل احنا ما شفناهوش قبل كده. ما تعرفناش، أنا بابا يلا. ومن هنا نبدأ نقول ده خالد صالح، لأن قبل كده كان ممثل عادي، ويبدأ ياخد خبرته وموهبته الكبيرة تكبر أكتر لحد سنة 2007 مع فيلم هي فوضى، أول فيلم بطولة ليه، ويعمل مسلسلات وأفلام لحد النهاردة فاكرينها وبنتفرج عليها. أهمهم بالنسبة لي هو مسلسل الريان. طب ايه الفرصه في كده؟ الفرصه انك هتشتغل معايا مش عندي. كان في الفنان الكبير خالد صالح الله يرحمه ميزة مهمة قوي، وهو انه كان بيخرج من شخصيته الحقيقية، بيسيب خالد صالح ويروح يلبس الشخصية اللي هو هيعملها. فأيا كان ايه العمل اللي بيدخله هو بيسيب خالد صالح بره اللوكيشن ويدخل بالشخصية اللي بيمثلها في الفيلم او في المسلسل. هو ما كانش بس قادر على تقمص الشخصية، كان قادر يخرج من ذاته لذات مختلفة بشخصية جديدة بطباع مختلفة عن طباعه هو، وده اللي بيميز خالد صالح عن غيره لحد النهاردة. ومن هنا بقى هنروح للفنان الكبير احمد فهيم اللي انا متوقع له انه يملى الفراغ اللي سابه خالد صالح. بس انا صعبان عليا نفسي قوي يابا يابا. خلوني صريح معاكم لأقصى درجة، وصراحتي دي تقريبا هي اللي جاباني ورا، ولكن بداية الفنان أحمد فهيم كانت مع خالد صالح نفسه، لدرجة إنه تقريبا ما كانش بيشتغل غير معاه في بداية مشواره. يعني هو بدأ من سنة 2008 في مسلسل بعد الفراق، بعد كده يعمل تاجر السعادة مع خالد صالح، بعد كده موعد مع الوحش والريان، وأعمال كتيرة جدا. يمكن كان آخرهم فيلم الحرامي والعبيط ومسلسل فرعون. زي ما توقعت هيفضل غبي وخايب، وده يمكن اللي مأثر على الفنان أحمد فهيم ومخلي فيه روح من خالد صالح. ولكن هل الفنان أحمد فهيم ما اشتغلش في حتة تانية وملوش خبرات تانية؟ لا، ده ليه خبرات وكبيرة جدا، لأنه كون خبرات في الكوميديا، عمل مثلا فيلم كابتن مصر مع محمد إمام، وعمل دور في مسلسل ريح المدام مع أحمد فهمي وأكرم حسني، ده غير إنه اشترك مع الزعيم في مسلسل مأمون وشركائه. لحد ما ينضم الفريق عمل محمد رمضان، وهنا تبدأ موهبته تظهر بجد، وآخرهم كان مسلسل جعفر العمدة. شخصية سيد العمدة هي الشخصية اللي فجرت موهبة الفنان أحمد فهيم، واللي يخليني أقول بقى أنه قادر يؤدي أدوار خالد صالح إن في مسلسل جعفر العمدة أحمد فهيم ساب شخصية أحمد فهيم بره اللوكيشن ودخل عمل شخصية سيد العمدة. هو ما فكرنيش بخالد صالح علشان بيمثل حلو وأنا بقارن الموهبة بالموهبة، لأ، هو فكرني بيه لأن زي ما قلت ساب شخصيته الحقيقية بره ودخل لبس شخصية تانية بمواصفات تانية بعيدة عنه هو. يعني مثلا في مشهدين بتعبيرات من أحمد فهيم بعاد عن بعض تماما ويجسدوا شخصية واحدة وهي شخصية سيد العمدة. أول مشهد لما اتهم مرات جعفر العمدة إنها بتخونه مع الواد الصغير، وقال لأمه تعبير إن جعفر غبي وإنه مش فاهم حاجة. عارفه يا اما ايه اللي ما بحبوش في جعفر؟ انه على نياته وغبي. والمشهد التاني لما كان مكسور وقف قدام امه وقال لها انا زعلان قوي. مصطلح انا زعلان قوي يخرج من شخصيه واقعيه. يعني مثلا من الطبيعي ان لو جه حد يأدي الدور ده ممكن يقول انا مجروح قوي، انا مكسور قوي، انا منهار قوي، انما انا زعلان قوي تفرق كتير قوي في احساسه بالشخصيه. أجمد يا ولد. زعلان يا عم زعلان. فزي ما قلت لكم الفنان احمد فهيم ساب شخصيه احمد فهيم بره اللوكيشن ودخل اللوكيشن لبس شخصيه سيد العمده، زي ما كان الفنان الكبير خالد صالح
بيعمل الله يرحمه. فاحنا بقى لو جينا قارناها بحسبة بسيطة قوي كده هنلاقي ان البدايات متشابهة جدا ما بين هنا وهنا. وزي ما خالد صالح الله يرحمه بدأ سنة 97 وانت ما كنتش تعرفه، برضو الفنان احمد فهيم بدأ من 2008 واحنا ما كناش نعرفه. وزي ما الفنان الكبير خالد صالح انفجرت موهبته في فيلم تيتو، او الفنان احمد فهيم انفجرت موهبته في مسلسل جعفر العمدة. طب تعالى نحسبها بالعقل يا جعفر. لو سوريا فبالتالي انا ما بقولش ان احمد فهيم نفس موهبة خالد صالح، انا بقول انه قادر يأدي ادوار خالد صالح. المهم انت قول لي رأيك، حسيت بروح خالد صالح في احمد فهيم ولا ما حسيتش بيها، وشايف انه ممكن يأدي ادوار شبيهة بادوار خالد صالح، ولا لسه الاتنين بعاد عن بعض؟ مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. زعلان